الطبق بتاعنا النهارده مميز قوي وسهل جدا وبسيط وكلنا بنحبه. أكلة سريعة وسهلة للناس المستعجلة. 10 دقايق في المطبخ وتكون جاهزة ومكوناتها كلها موجودة متوفرة في البيت وطعمها يجنن، وهي مكرونة بالوايت صوص وقطع الفراخ. يلا على طول نسمي الله ونبدأ في الوصفة. بس قبل ما نبدأ كالعادة حابة أفكركم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم إشعار بأي فيديو جديد. اول حاجة هنحتاج 4 معالق كبار زبدة وعليهم 4 معالق كبار زيت، وممكن كله زيت او زبدة او سمنة زي ما بتحبوا. هدوب الزبدة مع الزيت واسيبهم يسخنوا كويس مع بعض، وبعد كده بنزل عليهم صدور فراخ مقطعة مكعبات كده وابدأ اشوحها كويس جدا مع الزبدة. وناخد بالنا يا بنات بننزل الفراخ على طاسة تكون سخنة والزيت والزبدة يكونوا سخنين علشان الفراخ ما تنزلش ميتها وتفضل طرية وما تنشفش. هسيب الفراخ في الطاسة كده مش هقلبها لحد ما لونها يبدأ يغير من تحت، وبعد كده بقلبها وهبدأ احط عليها البهارات. فلفل اسود، معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بهارات فراخ او 7 بهارات، وهحط عليها معلقة صغيرة ملح. هقلب الفراخ مع البهارات واسيبها تتشوح شوية لحد ما تدخل في السوا. وفي الوقت ده تعالوا نسلق مع بعض المكرونة. مية بتغلي حطيت عليها معلقة ملح كبيرة وحطيت المكرونة. عايزين نسلق المكرونة نص سلقة بس. هسيب المكرونة تغلي 5 دقايق مش اكتر من كده علشان احنا عايزين نسلقها نص سلقة بس، وما حطيتش زيت في مية سلق المكرونة علشان الزيت بيخلي الصوص يتزحلق من على المكرونة. وهنا خلاص الفراخ اتشوحت كويس وداخله في السوا. هضيف عليها بصلايه كبيره مفرومه ناعم او مبشوره. هقلب البصله مع الفراخ واسيبها تتشوح معاها شويه. بعد كده ضفت معاهم شويه مشروم وهسيبه يتشوح معاهم لمده 5 دقايق. المشروم ده فريش هياخد من 5 ل7 دقايق في التشويح. لو هتحطي مشروم معلب بتاع المصانع هتشطفيه كويس من المواد الحافظه وهتشوحيه لمده دقيقتين بس. ولو مفيش مشروم خالص تقدري تستغني عنه. وتقدري كمان تضيفي اي خضار موجود عندك في التلاجة، فلفل الوان او فلفل اخضر، شوية جزر او شوية بسلة، شوية زيتون. وتقدري كمان تعمليها من غير فراخ خالص بالخضار والمكرونة بس. وكده المكرونة خلاص اتسلقت نص سلقة بعد ما سيبناها تغلي 5 دقايق. يعني بتكون بتتقطم كده، لو ضغطنا عليها بتتقسم نصين مش بتتهري في ايدينا. هصفيها كويس من المية واخليها على جنب. نرجع للفراخ. زي ما احنا شايفين المشروم دبل كويس كده ودخل في السوا. بجيبه على جنب هو والفراخ واحط عليهم معلقتين كبار دقيق. هقلب الدقيق مع الدهون اللي موجودة. عايزه احمصه شويه علشان ما يبقاش فيه اي طعم ني. اول ما يبتدي يتشرب الدهون هقلبه مع الفراخ والمشروم لمده دقيقتين كمان. عايزه بس الدقيق يستوي شويه. زودت حته زبده صغيره وحطيت عليهم 3 فصوص توم مهروسين ناعم، وانا بحب احط التوم في الاخر كده علشان طعمه وريحته يفضلوا موجودين. بشوح التوم شويه صغيرين كده لحد ما ريحته تطلع، وبعد كده بقلبهم كويس مع بعض. بعد كده حطيت عليهم لتر من الحليب. الوصفه الاصليه بتتعمل بالكريمه بس، كريمه الطهي او كريمه الطبخ. تقدري تحطي نص الكميه حليب ونصها كريمه، او تعملي زي ما انا عملت وتستخدمي حليب بس. هقلبهم مع بعض كويس واسيبهم لحد ما يغلوا. شايفين قوام الصوص هنا لسه خفيف ازاي؟ بعد ما تغلي هنلاقي القوام بتاعها تقل شويه. زودت لها كمان شويه من الفلفل الاسود ورشه صغيره من جوز الطيب، بتديها طعم حلو قوي. وحطيت لها نص قالب مرق الدجاج، وده اختياري، لو مش عايزاه ما تحطهوش. هقلب كله كويس مع بعض واسيبها لحد ما تغلي. بعد ما بتغلي بنلاقي القوام بدأ يتقل شويه بالشكل ده. رشيت عليها رشه من الزعتر، وبعد كده بنزل عليهم المكرونه. وكده المكرونه هتكمل سواها مع الصوص. هتنزل النشا بتاعها في الصوص تتقله شويه، والمكرونه كمان ما تعجنش. نهدي بقى النار شويه ونسيب المكرونه تغلي غلوتين مع الصوص الرهيب ده. ولو حابين تخففوا الصوص شويه ممكن بشويه حليب او شويه ميه من سلق المكرونه. السمك بتاع الصوص يرجع لكم، خفيف او تقيل زي ما بتحبوا. وفي الاخر خالص ضفت كمان مكعب زبده كده علشان يخلي الطعم اغنى، علشان انا عاملاها بحليب بس ما ضفتش عليها كريمه، وده اختياري. واول ما تبدا تبقبق بالشكل ده يبقى كده خلاص هي جاهزه. ريحتها خطيره وشكلها يجنن كده وهي غرقانه في الصوص. لازم تجربوها، تتاكل كده وهي سخنه بجد طعمها يجنن. نغرفها بقى كده على طول وهي لسه سخنه، وبألف هنا وشفا. أكلة سهلة وسريعة ما بتاخدش وقت كتير في تحضيرها وطعمها تحفة. رشة بقدونس كده على وشها أو رشة جبنة برمجان وبألف هنا وشفا. ألذ وأطعم مكرونة هتاكلوها في حياتكم معمولة في الفيديو ده وبالطريقة دي، جوسي جدا، وطعم الجبنة السايحة اللي دايبة فيها دي مديها طعم خطير. يلا هنجهز مع بعض أحلى وألذ غدا في وقت قصير جدا.
بس بعد المنظر القمر ده ما تنسوش بقى لايك للفيديو وتعليق حلو يشجعني، بجد تعليقاتكم بتفرق معايا جدا وبتديني طاقة ان انا اكمل. في طاسة على النار والنار تكون عالية، هنحط فيها معلقتين كبار زيت، وبعد كده معايا صدور فراخ مقطعاها شرايح تكون حجمها متوسطة بالشكل ده، مش رفيعة قوي ولا سميكة قوي. هفرد بس الفراخ في الطاسة كويس، مش هقلبها خالص علشان ما تنزلش ميتها، وهضيف لها فلفل اسود، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة توابل فراخ، ورشة كمان من الجنزبيل البودرة. هسيب الفراخ على نار عالية، مش هقلبها خالص علشان ما تنزلش ميتها وتبقى ناشفة. اول ما الفراخ تبدأ تاخد لون من تحت هقلبها، وهسيبها برضو على نار عالية تتشوح من الناحية التانية وتاخد لون ذهبي حلو كده. بعد ما اخدت اللون الذهبي الجميل ده، هنزل عليهم 3 فصوص توم متقطعين شرايح كده رفيعة. هخلي التوم بس يتشوح وريحته تبدأ تطلع، مش عايزاه ياخد لون. وهنا معايا بصلتين قطعتهم شرايح رفيعة بالشكل ده، وكمية البصل زي ما بتحبوا. هاخد البصل واضيفه على الفراخ وهدي النار شوية، وهبدأ اقلب البصل تقليبة صغيرة كده مع الفراخ والثوم. وكنت مجهزة كمان فلفل احمر الوان قطعته مكعبات متوسطة بالشكل ده، تقدروا تقطعوه اي تقطيع زي ما تحبوا، مش هتفرق كتير التقطيع. وقطعت كمان فلفل اخضر رومي، وطبعا لو مش عندنا فلفل الوان نستكفى بس بالفلفل الاخضر. حطيت الفلفل على بقية المكونات، وهنا كان عندي فلفل اصفر في الفريزر حطيت شوية كمان، واديتهم تشويحة كده مع بعض مع الخضار والفراخ. بصوا بقى، انا مش عايزة الخضار يستوي معايا قوي، عايزاه ياخد بس تشويحة صغيرة ويدبل شوية، مش اكتر من كده، علشان في الاخر نحس بطعم الخضار. بعد كده جبت المبشرة بتاعتي علشان ابشر الطماطم اللي هنستخدمها. معايا 6 حبات من الطماطم، هبدأ ابشرهم بالمبشرة، وبعد كده هضيفهم على الفراخ وابدأ اقلبهم تقليبة واحدة. بعد كده ضفت عليهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة، وادام حطينا صلصة نحط رشة سكر علشان بس نعادل الحموضة بتاعة الصلصة. هقلبهم تقليبة واسيبهم يتشوحوا مع بعض 5 دقايق. بعد ما تشوحوا مع بعض شوية، دلوقتي هضيف كيس مكرونة، واي نوع مكرونة ينفع في الوصفة دي. بعد كده هشوحها تشويحة حلوة مع بقية المكونات، بتفرق جدا في طعمها في الاخر. بعد ما شوحتها كده لمدة دقيقة، هحط عليها المية، والمية لازم تكون مغلية، وتخلي المية تغطي المكرونة كده بشوية صغيرين. ظبطت لها الملح بتاعها، وضفت عليها كمان رشة صغيرة كده من ال7 بهارات بتديها ريحة حلوة. واول ما تغلي هغطي عليها وهدي النار واسيبها تستوي على نار هادية. ولو حسيت ان المكرونه لسه مستوتش والميه نشفت منها، ممكن تضيفي كمان شويه ميه مغليه لحد ما المكرونه تستوي معاكي كويس. زي ما انتوا شايفين المكرونه استوت سوا مظبوط ومش معجنه خالص، وكمان خلينا فيها شويه من الصوص كده علشان تبقى جوسي كده وجميله في الاخر. لحد كده ممكن تاكلوها بقى بألف هنا وطعمها خطير. المكرونه مش مسلوقه واخدت كل تسويتها كامله مع الفراخ والخضار والصوص، واتشربت من طعمهم وطعمها بقى تحفه. بس انا بقى ايه، حبيت ادلعها شويه كده، حطيتها في بايركس وضفت عليها شويه جبنه موتزاريلا حلوين كده. خلي ايدك كريمه كده وانت بتحطي الجبنه. وحطيت كمان رشه بابريكا صغيره كده على وش الجبنه، ودخلتها تحت الشوايه في الفرن لحد ما الجبنه بس تسيح وتاخد لون جميل كده. وطلعت بالمنظر القمر ده. عايزه اقول لكم ريحتها كانت قلبة البيت كله. شوفولي بقى حلاوتها، بجد تجنن. جربوها والف هنا مقدما. ما تنسوش تكتبوا له رايكم في التعليقات. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طواجن المكرونه بتاعه محلات الكشري باجمل واسهل طريقه، ومش هقولك انها زي بتاعه المحلات، بس هقولك انها احلى واطعم منها بكتير جدا. النهارده هقولك على الاسرار والحركات اللي بيعملوها، بتخلي ليها طعم وريحه مميزين كده. هنعملها في البيت احلى كتير جدا من اللي بناكلها بره. وهنعمل مع بعض الصلصه بتاعتها بطريقه مميزه جدا بتكه كده هتفرق معاكي في الطعم. وهنعرف كمان سر التسويه المظبوطه. بس نتابع الفيديو للاخر وما ننساش اللايك. تعالوا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة على طول. اول حاجة هحط طاسة على النار واحط فيها مادة دهنية، معلقتين زيت ومعلقة سمنة. وممكن ما نستخدمش سمنة او زيت خالص لو اللحمة عندنا فيها نسبة دهن كتير. هسيب الزيت والسمنة يسخنوا كويس جدا والطاسة تكون عندنا سخنة، وعلى نار عالية هنضيف اللحمة بتاعتنا. وفي الوقت ده احنا بنعمل صدمة للحمة بتاعتنا علشان ما تنزلش اي مية او سوائل. في اول التشويح كده بحب اضيف رشة من الفلفل الاسود، بتفرق جدا في طعم اللحمة. ونخلي بالنا اول ما ننزل اللحمة مش هنقلبها على طول، يا دوب بس بنفردها في الطاسة وبنسيبها دقيقة كده، وبعد كده نبدأ نقلبها. وطول ما انت بتسوي اللحمة النار بتكون عالية علشان ما تنزلش ميتها. في الوقت ده اتغير لونها تماما، اتشوحت كويس جدا ومبقاش فيها اي لون احمر. بعد كده هضيف عليها 3 بصلات مفرومين، وكمية البصل زي ما انت عايزة. وضفت عليهم التوابل، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة 7 بهارات او البهارات المشكلة، نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ورشة من الجنزبيل ومعلقة من البابريكا.
ونقلبهم مع بعض كويس جدا من 3 ل 4 دقايق لحد ما البصلة تبدأ كده تدبل حاجة بسيطة. طيب لو انت بتعملي صدمة وتشوحي اللحمة نزلت معاكي مية، هتصبري عليها دقيقتين او 3 دقايق على نار عالية، هتتشرب المية بتاعتها تاني، وبعد كده تضيفي البصلة. بعد كده هضيف فصين توم مبشورين، بيدي طعم وريحة حلوين قوي لتعصيج اللحمة، ولو مش بتحبيه قوي ممكن فص واحد. بعد كده هضيف فلفل رومي احمر واخضر، انا مستخدمه قرنين، واحد احمر وواحد اخضر، وبرده نرجع نشوحهم مع باقي المكونات دقيقتين. ولازم نعمل كده مع كل مكون بنحطه على اللحمه، نشوحه كويس معاها ويظهر كده طعمه بتاعه قبل ما نضيف المكون اللي بعده. بعد كده ضفت حبتين طماطم مبشورين من غير القشر بتاعهم، وحطيت عليهم معلقه ملح ورشه صغيره من القرفه، ونقلب ونهدي النار على الاخر، ونسيبها من 8 ل 10 دقايق مع المتابعه المستمره. نخلي بالنا علشان ما فيهاش اي سوائل علشان ما تتلسعش مننا. وكده عندنا احلى تعصيجة لحمه. ودلوقتي هنعمل الصلصه. في حله على النار هحط معلقه كبيره سمنه و3 معالق كبار زيت يسخنوا كويس جدا، وهنزل ببصلتين كبار مبشورين وابدا اشوحهم شويه، واحط عليهم رشه فلفل اسود وهو بيتشوح. البصله دبلت شويه هنزل عليها بفصين توم مفرومين ناعم، واشوحهم شويه مع البصله، بس مش عايزه التوم يتحمر قوي. وضفت قرن فلفل حار مقفول ما فتحتهوش، بس عايزاه يدي طعم حلو للصلصه، وهسيبهم يتشوحوا مع بعض شويه. بعد كده هنزل عليهم بعصير الطماطم. عصير الطماطم ده متسبك كده نص تسبيكه، بشيلها كده متخزنه في الفريزر نص تسبيكه، بصراحه بتنجز معايا جدا في الوقت. ولو هتحطي طماطم فريش، هتعصري 3/4 كيلو طماطم في الخلاط وتصفيهم وتضيفيهم على البصل، وتسيبيهم بقى يغلوا مع بعض ويتسبكوا شويه. ولو الطماطم مش حمرا هتضيفي معلقتين كبار صلصه طماطم. وضفت عليهم كمان البهارات، كزبره ناشفه وفلفل اسود وسبع بهارات او بهارات مشكله وبابريكا ورشه صغيره من الشطه. وزي ما احنا متعودين مع بعض بنضيف على الطماطم رشه صغيره من السكر علشان تعادل حموضتها وتبقى خفيفه في الاكل. وضفت اقلب مرق الدجاج وهقلبهم مع بعض كويس، واسيبهم بس يغلوا غلوتين مع بعض، علشان زي ما قلنا الطماطم دي متسبكه نص تسبيكه. زي ما احنا شايفين القوام بتاعها تقيل ازاي، لازم يكون القوام بتاعها خفيف جدا علشان هنسوي المكرونه فيها. وهنضيف لها الميه من كوبايه ونص لكوبايتين على حسب كميه الصلصه، ونسيبها تغلي. ولازم قوام الصلصه يكون خفيف علشان هنعمل المكرونه نيه، انا عايزه الصلصه خفيفه مش تقيله. تعالوا بقى اقول لكم على تكه اللي بيعملوها اصحاب المحلات بتخلي ريحتها وطعمها ملهمش حل، وهي عباره عن معلقه صغيره مليانه من الثوم المهروس الناعم، توم ني، وهنحط عليهم 4 معالق كبار خل، وقلبي كده وسيبيها تغلي غلوتين وشمي احلى ريحه صلصه. التكه دي بقى انك تحطي الثوم ومعاها الخل بتفرق جدا في الاخر في الريحه والطعم. عايزه اوريكم بس قوام الصلصه، شوفوا خفيف ازاي علشان لسه المكرونه هتستوي فين. هنا بقى هنبدا نرص الطواجن بتاعتنا، واي طواجن عندك اشتغلي بيها، طواجن فخار او طواجن بايركس او حتى ألمونيا، او لو مفيش حتى طواجن ممكن تعمليه في صينيه ازاز او ألمونيا او بايركس اللي موجود عندك. نرش رشه صغيره من الزيت كده ونبدا ندهن بيها الطواجن، ونحط اللحمه المفرومه ونوزعها في الطواجن بتاعتي، وهبدا اسويها في الطاجن بالمعلقه كده علشان يبقى شكلها حلو ومتساوي لما نيجي نقلب الطاجن. وهنا المكرونه بتاعتي 3/4 كيلو من المكرونه نيه، مش مسلوقه ولا متحمره ولا اي حاجه خالص، يعني من الكيس على طول كده. وهبدا اوزع المكرونه بتاعتي على كل الطواجن بالشكل ده فوق اللحمه المفرومه، ومش هنملى الطاجن للاخر بالمكرونه علشان المكرونه دي نيه لسه هتستوي وحجمها هيزيد، يعني نسيب حوالي قراطين كده فوق المكرونه فاضيين. بعد كده هوزع الصلصة على كل الطواجن واغطي بيها المكرونة، وبأكد عليكم الصلصة لازم تكون خفيفة علشان المكرونة نية وهتحتاج سوائل علشان تسويها. وانتي شغالة كده لو حسيت ان الصلصة لسه تقيلة ممكن تزوديها كوباية مية او كوباية مرقة لو عندك. وعايزين المكرونة كلها بتاعتنا تبقى متغطية بالصلصة بالشكل ده، علشان اي مكرونايه مش متغطية بالصلصة مش هتستوي وهتبقى ناشفة. وبالمعلقة هحرك المكرونة بالشكل ده، مش هبقلبها، بحركها بس علشان ما تبقاش لازقة في بعضها لما تستوي. اغطي الطواجن واغلفها كويس جدا جدا علشان البخار اللي هيطلع فيها هو اللي هيسوي المكرونه. بغطيها بورق زبده وعليها ورق فويل، عايزه اقفلها كويس جدا مش عايزه اي نفس يطلع منها. وممكن نغطيها باي غطا عندنا بس تكون متغطيه كويس والبخار مكتوم جواها علشان يسويها. بالنسبه للتسويه بنشغل الفرن على حراره 220 او 240 في الاول حوالي 10 دقايق كده يسخن، يعني بندخل الطواجن على فرن سخن، وهنسيب الطواجن اول نص ساعه على حراره عاليه، واخر ربع ساعة بهدي الحرارة ل180 يعني تكون متوسطة لحد ما يستوي. وعشان اتأكد ان هي استوت هرفع الفويل او الغطا وابدأ اختبرها بشوكة ونشوف لو استوت تمام. لو لسه ما استوتش وحسيت ان هي لسه نية وحاسة ان السوائل قليلة فيها، ممكن تزودي شوية صلصة او شوية مية عادي وتغطيها وتسيبيها تكمل سواها.
واخدت في الفرن حوالي 3/4 ساعة. وهنا الطواجن بعد ما خرجت من الفرن بسم الله ما شاء الله كانت ريحتها قلب الدنيا، ريحتها حلوة جدا جدا زي اللي بنشتريها من بره ويمكن احلى كمان، وكمان مضمونة عاملينها في البيت بمنتهى النظافة وعارفين احنا حاطين فيها ايه. وبالنسبة للتسوية بقى شايفين المكرونة قد ايه مفلفلة ومستوية ومظبوطة جدا، ريحة وطعم ولون حاجة كده ما شاء الله تحفة. وطبعا الطواجن الفخار دي حلوة جدا جدا، بتدي نكهة كده غير لأي وصفة بتتعمل فيها في الفرن. وبالنسبة لتكات وحركات المحلات أنا قلتها لكم كلها، ملكوش حجة بقى، جربوها وهتلاقوها بنفس الطعم والريحة ويمكن أحلى كمان. المكرونة القمر دي والفيديو بتاعي خلاص خلصوا. اللي عجبه الفيديو يا ريت يا ريت يعمل لايك، بجد اللايك بيفرق جدا. مستنية تعليقاتكم، مستنية تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.